أرح قلبك بالتقبل وأرخي يديك بالإفلات، ودع كل ما حولك يأخذ مجراه المقدر له، فأحيانا لا طاقة لك إلا بالتسليم، ولا علم لك سوى إدراك أن لكل شيء له حكمة. الزلابية من الحلويات العراقية المشهورة العريقة، طعمتها كتير طيبة وقريبة كتير للعوامة. طريقة تحضيرها كتير بسيطة، يلا مع بعض خلينا نحضر الوصفة سوا. بداية رح أبتدي تجهيز القطر. بوعاء رح أضيف كوبين من السكر، ورح أضيف عليهم 3/4 الكوب من الماء. رح أرفعهم على النار. أول ما يبتدي عندي السكر يغلي ويدوب رح أضيف ربع معلقة صغيرة من حامض الليمون وماء الزهر، بتركهم دقيقتين وبيكون عندي القطر جاهز. بوعاء رح أضيف كوب من الماء الدافي، عليهم معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة خميرة. بحركهم كتير منيح وبغطي الوعاء لحتى تتفاعل عندي الخميرة ويتضاعف حجمها. بعد مرور تقريبا ربع ساعة شوفوا عندي كيف فقاعات ظهرت عندي، وهذا دليل على تفاعل الخميرة. بوعاء تاني راح أضيف كوب من الطحين، كوب من النشا، نصف معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة ملح، وراح أضيف ملون غذائي هذا اختياري. راح أخلط كتير منيح، وبعدين راح أضيف خليط الخميرة اللي حضرناه مسبقا بالإضافة إلى ربع كوب من الماء. بحرك كتير منيح لحتى تتجانس عندي المواد بالكامل ويصير عندي الخليط مثل ما واضح معنا بالفيديو، يعني لا هو سائل كتير ولا هو شادد كتير وسميك. طبعا الملون اختياري، بتقدروا انكم ما تضيفوه. هلأ بغطي العجينة وبتركها ترتاح أقل شيء ساعة كاملة بمكان دافي. ومن بين ما تخمر عندي العجينة رح نروح مع بعض على مطبخ الشيف صابرين طه، يلي كمان بدورها حضرت لنا طبق رائع يلي هو اليانسونية. يعطيكي ألف عافية على هالمنظر الرائع، الشكل غرام ما شاء الله. طبعا رح أترك لكم الرابط أسفل هذا الفيديو بصندوق الوصف لحتى نحضر الوصفة مع بعض. المنظر خطير، وأكيد رح نجرب الطريقة. يعطيكي ألف عافية شيف صابرين على هالتقديم الحلو. وهلأ بعد مرور ساعة اختمرت عندي العجينة، وضروري كتير إنه حرك العجينة لحتى فرغ فيها الهواء يلي صار بداخلها. لاحظوا كيف عندي الضعف عندي القوام، ولاحظوا كمان كيف كان عندي قوام العجينة. المقادير طبعا موجودة عنا بالفيديو، رح أرجع أكتب لكم إياها أسفل الفيديو بصندوق الوصف. طبعا هلأ بأي وعاء موجود عندكم، أنا هون حطيته بقنينة وفي إلها ثقب من فوق، فيكم تحطوها بالبايبن باك كمان بيمشي الحال. وطبعا لازم نحط كمية منيحة من الزيت وننطر عليه لحتى يسخن كتير، وببتدي شكلها مثل ما ظاهر معي بالفيديو، بعمل خطوط عشوائية. وطبعا طالما الزيت حامي ما بتاخد معنا وقت أبدا لما بدها تستوي، يعني يا دوب دقيقة دقيقتين بتكون عندي جاهزة. وما بقلبها إلا لحتى أتأكد إنه السفل عندي أحمر لحتى ما تفرط معي أثناء القلي. وصراحة سر نجاح هي الوصفة هو القطر لازم يكون سميك، يعني ما لازم يكون القطر مريء لحتى تضل عم تقرش معكم أول يوم وتاني يوم، بتضل محافظة على قرشتها. إذا كانت الزلابية القطر تبعها مريء كتير بتطرى معكم دغري وبتشتش، ما بتطلع طعمتها طيبة أبدا. هلأ أنا أول ما يحمروا معي مباشرة بشيلهم وبحطهم بالقطر، وبتركهم تقريبا من دقيقتين 3 حسب انتو قديش بدكم يعني حلاوتها تكون. وبعدين بنشيلها من القطر، بنحطها بمصفاية لحتى تصفي كتير منيح، وبعدين بنقدمها ونحطها بصحن التقديم. أنا صراحة كتير بحب هاي الأكلة، وطعمتها كتير قريبة للعوامة، ولكن فيها كمية نشا أكتر، وبالتالي بتقرش كتير. هي أكلة الزلابية، فكتير طعمتها طيبة. وكمان إنه مكوناتها كتير سهلة وبسيطة وما معقدة، وما بتاخد معكم أبدا وقت. متى ما حمى الزيت خلص بتلاقوها دغري استوت مع بعضها. شوفوا ما شاء الله المنظر غرام، والطعم عن جد بياخد العقل. بتمنى أنكم تجربوا الطريقة وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو اليوم. بتمنى منكم إذا الفيديو نال على إعجابكم ما تنسوا تدعموني بالضغط على لايك سبسكرايب وشير، وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعار بكل فيديو جديد رح ينزل. وإن شاء الله بشوفكم بفيديو قادم.